حذرهم من كثير من الفتن داخل اليمن، ولكن للأسف الشديد بسبب الثقافات وبسبب البلاغات وبسبب التشويهات لم تلتفت الأمة ولم يلتفت الساسة لما كان يمليه عليهم، بل بالعكس كانت المعلومات خاطئة، مثل ما تسمعون اليوم ما يحصل من دعايات حول الدعوة السلفية وعلمائها وما ينشر من أخبار، حتى أنك لو جلست مع بعض الناس تتخيل أن هؤلاء صهاينة، وأن هؤلاء عملاء لليهود، وأنهم عملاء للنصارى. فأين سيذهبون يوم لقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ماذا سيقولون للملك وهم يكذبون؟ أنحن خدم للصهاينة أو لليهود؟ أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا، والعياذ بالله سبحانه. إذا كان العلماء عملاء للصهاينة فكيف سيكون العامة من الناس؟ إذا كان العلماء هم الماسونيون فمن سيكون المنقذ للناس؟ إذا كان العلماء منحرفون ولا يعرفون الواقع فمن سيعرف الواقع؟ قل لي بربك.